ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده روتين سريع كده. صحيت لقيت الشقه متبهدله علشان نمت وسبتها كده بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وبنتي بقى يعني مبهدله الدنيا وخدت الروج كده وكتبت بيه في كل حته عندي زي ما انتوا شايفين. فقلت بقى كده ايه، يعني انا مش هعمل حاجه عميقه، انا هرتب الترتيب اللي اي حد بيرتبه في يومه. صحيت كده اول حاجه لازم اعملها ان انا بفتح شبابيك الشقه كلها علشان تتهوى، وافضل سايباها متهوية كده لحد بالليل. دي لازم اعملها كده كل يوم اول لما اصحى علشان اغير جو الشقة. بدأت بقى ألم اللعب اللي بنتي كانت رمياهم كده في كل حتة. أنا عارفة إن أنا هلمهم وفي دقيقة هتمسكهم تدلقهم تاني على الأرض، بس مش مشكلة. هلم بقى كده اللعب بتاعتها كلها. أنا أصلا كنت مستعجلة جدا وعندي مشوار مهم، فصحيت متأخر كمان، فكان لازم أروق كده ترويق سريع علشان لما أرجع البيت ما احسش كده ان انا متضايقه وان انا هيكون ورايا حاجات كتير. فقلت ارتب اي ترتيب سريع كده قبل ما امشي. لميت كل حاجه كده محطوطه على الارض، ولميت كل الالعاب رجعتهم تاني مكانهم. شلت بقى المفرش كده اللي هو كان عليه الروج علشان اغسله. مش هغسله دلوقتي، بس قلت اشيله برضو علشان شكله ما كانش حلو خالص. رتبت بقى كل الكوشنز اللي موجودة على الركنة، وبعد كده لقيت بنتي طلعت الحاجات اللي في المطبخ على الركنة فشلتهم ورجعتهم تاني. شغلت قرآن كده، انا كنت مشغلاه اصلا من الاول من قبل ما ابدا. لازم اشغل قرآن على الراديو او على التلفزيون علشان اسيب راحه كده وانا بشتغل. شغلت بقى كده نور المطبخ ودخلت بقى شفت المنظر. دي كانت المواعين بتاعه امبارح بالليل، ما كنتش غسلتها علشان احنا اتغدينا بالليل متأخر جدا وبعد كده نمت على طول. والقهوة بتاعة الصبح برضو كانت فارت كده على البوتاجاز، فقلت بقى لازم برضو اعملهم كده بسرعة قبل ما منزل، يعني علشان لما ارجع زي ما قلتلكوا الاقي الشقة نظيفة. البوتاجاز هعمله بالجلافز بتاع ايكوي كده سريعا كده، هو مفهوش حاجة اصلا، انا كنت لسه غسلاه. وبعد كده برضو بلمعه بالفوطة بتاعة الزجاج علشان الاستانلس بتاعه كده يبقى بيلمع. وبعد كده بقى هرجع تاني الحوامل من غير ما اغسلها عادي، هي كانت مغسولة برضو قريب. دخلت بقى على المواعين، لبست بقى جلافز كده وحطيت كل المواعين اللي كانت عايز تدخل غسالة الأطباق دخلتها في غسالة الأطباق، ما عدا الأخشاب كلها ما بدخلهاش خالص غسالة الأطباق ولا الصواني الكبيرة قوي دي. فبدخل كل الأطباق بتاعتي غسالة الأطباق والباقي بغسله على ايدي وبسيبه ينشف كده، وبعد ما بينشف برجعه تاني بقى ايه دواليب المطبخ. الاخشاب من الحاجات اللي ما ينفعش تتعرض للميه كتير علشان ما تبصش كده وتشقق وتعفن، فبنغسلها بالميه بسرعه جدا ونسيبها تنشف. الحوض بقى هغسله بسوبر جل وبالفرشه، بس انا معرفتش استخدم الفرشه بالجلافز فقلعت الجلافز وكملت بايدي كده كده، انا ما كنتش هلمسه يعني. وبعد كده بقى شطفته شطفة سريعة علشان لازم طبعا بعد ما تغسلي المواعين تشطفي وتغسلي الحوض كويس جدا علشان يفضل يلمع وتحافظي عليه طول الوقت. الرخامة برضو هلمعها برضو كده تلميعة سريعة جدا برضو من اي بواقي اكل محطوطة عليها. وكده اكون خلصت المطبخ خالص من الترتيب السريع اللي انا بعمله كل يوم، اللي هو المواعين والبوتاجاز، بس هو ده اللي بعمله وكل حاجة برجعها مكانها. بعد ما خلصت المطبخ بقى جبت المكنسة كده علشان اكنس الليفينج واكنس المطبخ علشان هما مفتوحين على بعض، فقلت اكنسهم مع بعض. بعد ما خلصت كده خلاص المطبخ بتاعي بقى رشيت عليه معطر، بس الفيديو ما كانش بيصور كويس. وده بقى المطبخ بعد ما خلص. قلت بقى كده لازم يعني اشطبه قبل ما انزل مع اني كنت مستعجلة جدا. وكمان خلصت الليفينج برضو هتشوفوه دلوقتي. طبعا في حاجات محتاجة ان انا اعملها، والركنة محتاجة تتغسل علشان بنتي زي ما قلتلكوا كتبت بقلم الروج. هدخل بقى دلوقتي قبل ما ادخل بقى على اوضه الاطفال قلت بقى افطر لاني ما كنتش فطرت اصلا، فقلت اكل اي حاجه خفيفه كده، كوبايه شاي بلبن كده مع شويه كحك كانوا عندي لسه من العيد. وبعد كده بعد ما فطرت بقى دخلت على اوضه جود بنتي، وزي ما انتوا شايفين كل حاجه مرميه على الارض، البوكسات الالعاب كلها مرميه على الارض، فقلت لازم برضو اعملها. فتحت كده الشباك علشان تتهوى، ولميت الكور اللي هي بتدلق في اليوم تقريبا 1000 مرة، ولميت البوكس اللي هو برضو بيدلق في اليوم 1000 مرة.
بعد ما خلصت بقى ولميت كل حاجة دخلت بقى كده على السرير وبرضو ولميت الكتب اللي عليه ورجعتها تاني على الرفوف بتاعة الكتب. وبعد كده بقى عدلت الملاية واللحاف وكده خلاص الأوضة كانت برضو خلصت، هي برضو ما كانش فيها حاجة، مجرد ما بتشيلي الألعاب اللي بتكون مرمية على الأرض الأوضة بترجع تاني جديدة. وكده خلاص خلصت الأوضة بتاعة الأطفال وكمان خلصت المطبخ والليفينج، ترتيب كده يومي سريع. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وكومنت وكمان تعملي اشتراك في القناة عشان تشوفي كل فيديوهاتي الجديدة.